السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في القناة. نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كنرحب بالجميع القدام والجداد في القناة. مرحبا بكم وألف مرحبا. بالنسبة للوصفة ديال اليوم إن شاء الله غتكون هي الخبز ديال العدس الأحمر اللي كيجي زوين بزاف، كيجي فيه البطعة، كيجي رطب، كيجي ما كنضيفوا ليه حتى شي نوع ديال الدقيق اخر، فقط بالعدس الاحمر كيعطينا واحد النتيجه زوينه. بس نديروه كيف ما بغينا، سواء خبيزات صغار او لا بحال طوست او لا اللي كان. مهم هذا خبز لاصحاب الرجيم والحميات الغذائيه، الناس السيلياكيين اللي عندهم مشاكل ديال السكري، لجميع الناس اللي بغاو يحافظوا على صحتهم ويبعدوا على الخبز الابيض او لا حتى الخبز الاسمر، فهذا بديل صحي للخبز. نتمنى انكم تتبعوا معايا الوصفه من اول حتى الاخر، وما تنسونيش بواحد اللايك وبارطاج مع العائله والاصدقاء وتعليق. وكذلك الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. والا كنتوا قدام في القناه فمرحبا بكم والف مرحبا، وكنرحب دائما بالجميع. ما تنسونيش من داك اللايك، راه غير هو تحفيز ليا باش نزيد ندير يعني فيديوهات وحدين اخرين، وما غاديش ياخذ منك لا مجهود ولا وقت. تنشكركم بزاف. وقبل ما نبداو الوصفه ديالنا ما نساوش نصليو على رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى التسليم، وندوزو الوصفه ديالنا ان شاء الله مباشره. انا هنا الفيديو راه سبقني شويه، خديت كميه ديال العدس الاحمر كما شفتوا. انا وزنتها معكم، ماشي لشي حاجه، غير وزنتها باش يبان لكم بان راه يعني الكميه اللي درت وشحال خرجت لي. هنا تقريبا عندي 377 غرام ديال العدس الاحمر اللي نقيته. فاش جبتو نقيته ودرتو في الماء، غادي نغسلو مزيان. غنبقى نغسلو بحال هكذايا، يعني غنحركو بيدي ونخوي داك الماء ونعاود نبدل الماء حتى نديرها تقريبا 3 ديال المرات، وكنخليه يتنقع ليله كامله حتى كيرجع كما شفتوا معايا الكميه اللي كانت عندي قداش كانت. ومن بعد ما دزت عليها ليله كامله، شوفوا الكميه قداش كانت. كنصفيها دابا، هذا النهار الثاني كنصفيها من هذاك الماء اللي كان فيها بطبيعه الحال، و كنخلي حتى كيتصفى مزيان. شوفوا واخا غسلته، شوفوا كيفاش كيبقى هذاك اللون ديال الماء. من بعد كنخويه في محضر الطعام او لا في الهاشوار. ممكن تقسموا الكميه على جوج على حسب الكميه اللي درتو، باش الهاشوار ديالكم ما يوقع لها شي مشكل، باش ما يكونش عليها الضغط بزاف. من بعد فكنبدا كنطحن، كنحاول انني نطحن هاد الكميه هادي بلا ما نضيف حتى شي حاجه في الاول. يعني كنطحن واحد شويه، عاد غادي نبدا بالاضافه ديال واحد الكميه ديال الماء. الكميه ديال الماء كتبقى على حساب العدس اللي عندنا واش شرب مزيان ولا لا. دابا انا هنايا راه ضفت تقريبا كاس ديال الماء، كاس ديال العنبه، ما يعادل 120 مليلتر. كنضيفو شويه بشويه وانا كنخلط، شويه بشويه وانا كنخلط، حتى كنتحصل على هاد النتيجه هذه اللي شفتوا، حتى كيتطحن معايا داك العدس ما تيبقاوش عندي فيه حبيبات. غادي نشدو، غادي نفرغو في الاناء اللي غادي نكمل فيه الخلط، وغادي نضيف عليه فيه باقي العناصر. هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش رجع من بعد ما طحنته. الكثافه اللي كيكون فيها ما يكونش جاري بزاف، وفي نفس الوقت ما يكونش عاقد وما مطحونش مزيان. صافي كنزلو كما شفتوا، وغادي نبدا في الاضافات اللي غادي نضيف على هذا الخبز ديال العدس باش غادي نسمو. عندي هنايا النافع، ممكن تستعملوا المنسمات اللي بغيتو. هنا عندي شويه ديال الكمون حبوب، انا استعملت هنا النافع واستعملت الكمون باش ما يدير ليش مشاكل ديال الغازات. وهذه الكرويه ممكن تستعملوا اي واحد في هادو، ممكن تستعملوا مثلا غير النافع بوحدو، ما تستعملوش الاخرين. انا فضلت انني نستافد من هذه الحبوب كامله، كيعجبني انني نديرها في الخبز. ضفت هنايا الملح، وغادي نضيف زيت الزيتون كما شفتوا معايا. درت 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، ملعقه ديال الاكل، غير هي ماشي كبيره بزاف، متوسطه. ثم غادي نضيف الحاجه اللي غادي تجمع لنا هذا الخبز هذا، هي هاد عشبه الاسباغول او لا بذور القطونه. بذور القطونه او لا النخاله ديال القطونه، راه كتباع عند العطاره كاملين كما كتشوفوا، كتباع في هالهكايا في هاد الساشيه هادي. انا درت هنايا 3 ديال المعالق ديال
قشور اولا النخاله ديال القطونه، راه كتباع فين ما مشيتو دابا كاينه. كنبدا كنحرك هذا الخبز هذا ولا هذا الخليط ديال الخبز. بالنسبه لهاد القشور ديال القطونه هي اللي كتعطينا ديك هاد الخبز دابا هاد العدس ما فيهش الجلوتين، ما فيهش الجلوتين اللي غادي يجمع لينا هذا يجمع لينا الخبز. فكنضيفوا هاد القشور ديال القطونه، فاش كنضيفوها بحال كتعطي داك ليفي اللي ما كاينش في العدس، بحال الدقيق الكامل مثلا اولا الدقيق الابيض اللي كيجمع لنا الخليط. فاش كنضيفوها كتجمع. غادي نضيف ليها كما شفتوا معايا ملعقه صغيره ديال بيكربونات الصوديوم، اللي غادي ندير عليها واحد العصره ديال الحامض. ممكن ما تضيفوش هذيك البيكربونات الصوديوم وتضيفوا بلاصتها خماره، اولا ممكن كذلك تستعملوا حتى الخميره. انا راه دابا ان شاء الله نشارك معكم واحد الوصفه اخرى اللي درت فيها الخميره. والى لاحظت الى رجعتوا الفيديوهات اللي قبل راني حطيت الخبز ديال العدس البني واستعملت فيه الخميره، كان عطاني واحد النتيجه زوينه. هنا انا استعملت غير البيكربونات وزدت عليها واحد العصره ديال الحامض، خلطت مزيان وغطيتها وخليتها ترتاح واحد ربع ساعه بلا ما على ما تشرب هذيك النخاله ديال القطونه، كتجمع لنا داك الخليط وكتشرب. خديت هنا كما كتشوفوا معايا واحد يعني اناء اولا طبسيل اولا اللي غادي ندير فيه بعض البذور اللي غادي نزين بها الوجه ديال هذا الخبز هذا. ممكن تستغناو على هذا الشيء كامل وتخليوه هكا كما هو، وممكن غديروا بحال هكا اما نوع واحد اولا ديروا تشكيله. انا هنايا درت شويه ديال الزريعه ديال القرعه الحمراء، ودرت شويه ديال زريعه الكتان، ودرت شويه ديال الزنجلان ابيض، وغادي نضيف واقيلا كذلك هنا حتى شويه ديال البافو. وغادي ندوز الخليط اللي راه شرب وتجمع. هانتوما كتشوفوا معايا القوام ديالو كيفاش كيرجع من بعد ما كنخليوه واحد شويه. صافي غادي ندوز دابا للتشكيل. كنحتاج فقط غير شويه ديال الماء فقط، بلا زيت بلا والو. كندير داك الماء كنفزق به يدي، يعني كندير يدي في شويه ديال الماء باش كندهن اليدين ديالي باش غادي نشكل. خديت هنا صفيحه ديال الفرن اللي فرشت عليها ورق الطبخ، وغادي نبدا كنشكل خبيزات كما قلت لكم ديروهم في القياس اللي بغيتو. هنايا فاش كنكونوا دايرين ريجيم اولا كنكون دايرين حميه غذائيه اولا حتى يعني عندنا متبعين شي نظام، فكنحاولوا ان نديروا خبيزات صغار باش كتاكل ديك الخبيزه وحده، ويعني كتجمع راسك كما كنقولوا. ماشي كنديروها كبيره، اللي بغى يديرها كبيره يديرها، واللي بغى يديرهم هكا صغار كديروهم. يعني غديروا فيهم واحد 50 غرام 100 غرام اللي بغيتو. بالنسبه للناس اللي متبعين حميه غذائيه اولا ريجيم صحي، فبالنسبه للخبز العدس اولا خبز الحمص اولا اللي كان راه ممكن ناخذ فيه حتى 100 غرام في النهار. فممكن الا بغيتو توزنوهم. انا هنا ما وزنتش، انا خدمت غير يعني العبار في يعني اللي بان ليا درتو. صافي كنهزهم كما شفتوا معايا، كنحاول ندير يدي في شويه ديال الماء، كنهز الكميه اللي بغيت وكنحاول انني نقادها على شكل خبيزه. كندير لها الوجه ديالها في هذيك البذور اللي شكلتها، وكنديرها في صفيحه الفرن اللي غادي ندخلها مباشره. غندخلها للفران، ما غاديش نخلي لا تخمر لا والو لان اصلا ما فيهش الخميره. الا درنا له الخميره حبيبات فغادي نخليوه واحد شويه يخمر. خليوه تقريبا واحد نص ساعه يخمر شويه، وعاد ديك الساعه ندخلوه للفران. درنا غير هكذا بيكربونات الصوديوم اولا درنا غير البيكين باودر، فكنساليوه مباشره كندخلوه للفران اللي يكون مسخن من قبل حتى يطيب ونخرجوه. هانتوما كتشوفوا معايا هذه هي الكميه اللي شكلتها على حساب على شكل خبيزات صغار. بالنسبه للكميه اللي بقات ليا فخليتها واحد الكميه اللي غادي نديرها في هذا المول. هذا مول ديال الكغاتان، مول زجاجي كما شفتوا فرشت فيه هذاك ورق الطبخ. هنا بغيت نديرو باش يعطيني بحال الشكل ديال الطوست، غير هو ما يكونش مرتفع. هو عطاني هذا الشكل ديال الاوفال اللي عندي في هذا المول. وجا شويه غليظ، انا قطعته على شكل دي طرونش. يعني هنا كنحاول غير كنقادو من الوجه، كنستعن فقط برشيشات ديال الماء غير كنفزق يدي وكنستعن بها حتى كنقادو كنقرصو ياخذ الشكل ديال المول. بغيتو ديروه كامل الكميه كامله على شكل هكا طوست، فكديروا في مول ديال الطوست اللي يكون مستطيل، كتقادو فيه الكميه كامله
باش كيعطيكم هذاك الشكل وكتدخلوه للفران. كما قلت لكم الفرن ما يكونش الحراره مرتفعه، تكون الحراره متوسطه، يكون بحال غادي شويه زايد على الكيك. مثلا غادي ديروا واحد ما كاين كنديروا في الكيك مثلا 180 درجه، غادي تدخلوا هذا غادي ديروه على 190 درجه، يكون الفران مسخن من قبل، وغادي نخليه راه تقريبا تياخذ من 25 دقيقه حتى ل 40 دقيقه ديال الطياب، على حساب الفرن ديالكم واش مجهد او لا. الا جهدتوا الفران راه ما غايطيبش لكم مزيان من الداخل، غادي يبقى معجن وغادي يتحمر من برا. من بعد ما طاب دوز المده الكافيه ديالو، قلبتو لقيتو راه طاب. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيكون الشكل ديالو، راه ما كيتحمرش بزاف بحال الخبز العادي، خاصه اننا ما دايرينلوش لا عسل لا حلاوه لا حتى شي حاجه. كيعطينا داك اللوين ديال العدس الاحمر، داك الليموني ولا الكوغاي هو اللي كيكون فيه. من بعد ما جبدتو من الفران خليته تبرد، غطيته وخليته تبرد حتى كما شفتوا معايا برد. راني هنايا راه مازال ما بردش مزيان، يعني غير دافي. فحيدته وخليته على جنب حتى دازت عليه واحد المده، عاد رجعت معاكم باش نقطعوه. من بعد ما برد معايا كما كتشوفوا، خان هنا راه ماشي برد 100%، ولكن غادي نقطعو معكم. راكم عارفين ظروف التصوير، يعني ما كنتسناوش على الحاجه تتبرد 100% باش عاد نقدموها. كما كتشوفوا معايا انا كنحاول نوريكم كيفاش كيجي، راه كيجي رطب وكيفاش كيجي من الداخل. كيجي يعني فيه واحد هنا ممكن دوك الخبيزات نستعملوهم للساندويتشات، ممكن نستعملوهم همبرجر، ممكن ناكلوهم غير هكا ندوزو بهم الخبز في الصباح مثلا مع زويته ولا مع الزبده ولا مع اللي بغيتو. يعني شنو نتوما كتاكلوا. هذا الخبز هذا ممكن تستعملوه في الفطور او لا ممكن تستعملوه في الغداء. بالنسبه لهذا اللي قطعته بحال هكا دي طرونش، هذا بصراحه استعملته هذا الشكل هذا كنت كناخذه انا في الفتره الصباحيه، ديما كنت كنحاول ناخذه كوجبه ديال الافطار. كنجيبو كنشدو كنديرو في مقله، مقله ثقيله اولا كديروه في الشوايه ولا حتى كيتقرمل، كيرجع قاصح وكيجي محمر من الداخل. بصراحه كان كيعجبني هكاك. عاد ديك الساعه كندهن فوق منه اما زبده او لا كندير له كناخذه مع زيت الزيتون. بصراحه راه غيجيكم هذا الخبز هذا الا جربتوه زوين. فنتمنى انكم تجربوه وتردوا لي في التعليقات. واذا كنتوا وصلتوا معايا لهنا ما تنسونيش من اللايكات، ودمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.